الناس اللي شافت الفيديو اللي انا بقول فيه ما نمسحش الايسيهات اللي بطنها لونه اصفر او اورنج بالشيلد، وسالوني هما ننضف الايسيهات دي ازاي. فبننضفها بكورة قصدير على سن الكاوية. طبعا مش كل الايسيهات، يعني هي الناس بتاخد الكلام بطريقه وبتفهمه على مزاجها، ما بتبقى الناس مش حاضره معايا الكورس فمش فاهمه انا بتكلم في ايه. وانا بكلم طلبه مبتدئين مبدئيا يعني، ومش داخل تحدي مع حد في حاجه. يعني في ناس تقولي لا ده يتعمل ومش عارف ايه. يا عمي انا ببص للجدوى الاقتصاديه والامكانيات اللي قدامي، ما بتكلمش على امكانياتي انا. بالنسبه للايسيهات اللي بطنها اصفر زي المعالجات تستثنى من الكلام ده، بننضفها بالشيلد بس مش بالشيلد والكاويه مع بعض. وليها طريقه تتنضف بالشيلد والكاويه، بس انا ليه احط نفسي في اللود والضغط ده كله؟ فانا بعلم الطلبه بتاعتي اسهل الطرق. بالنسبه للناس اللي سالت بقى الايسيهات اللي هي يعني بقول ما ننضفهاش بالشيلد، بتتنضف ازاي؟ بنجيب الكاويه واملاها قصدير وامشي على الكور على الاي سي بكوره القصدير بالكوره اهو. مش بحك سن الكاويه في الماده العازله بتاعه الاي سي. تمام اهو، بمشي كده. وانت مش محتاج انك تسحب القصدير خالص من على الاي سي، مجرد انك بتساويه وبتاخد منه الزيادات. ولو انا عايز اشيل القصدير ده خالص وبالشيلد، وخلي بالك ان المعالج الماده اللي عليه دي اقوى من الماده اللي كانت على الاي سي بتاع امبارح. الايسيات الصغيره المعالجات الماده اللي عليها دي اقوى. لو انا عايز اشيل بالشيلد في اي اي سي، وده مش لازم، هاجي بالشيلد كده وهاجي اقف على الشيلد بسن الكاويه واسخن الشيلد واخلي الشيلد يمشي على الاي سي كده اهو. انا مش ضاغط بالكاويه فوق الشيلد على الاي سي، لا، انا مخلي ان الشيلد نفسه هو اللي يبقى سخن لدرجه ان هو يسحب القصدير من على الاي سي. دي طريقه. الطريقه التانيه ان انا اقص حته من الشيلد، باجي اسخن على الاي سي الاول وبعد كده امشي بالشيلد كده، بخلي الشيلد كانه مكنسه اهو بالمنظر ده. باين بقى ولا مش باين؟ باين. الناس بقى اللي بتطير في الجو فككوا مني، سلام.